ايه ده؟ نعم. انت بتعملي ايه؟ ايه اللي بعمل ايه؟ بحط ميك اب. ميك اب ايه يا حبيبتي؟ الميك اب ده حاجاتي انا، استعمالي الشخصي. بفلوس اخويا. يعني ايه بفلوس اخوك؟ ايوه بفلوس اخويا، يعني براحتي احط. انا مش فاهمه يعني ايه بفلوس اخوكي وتحطي براحتك؟ دي حاجتي بتتحط على جلدي على وشي. يعني ايه يعني؟ تستعملي حاجتي الشخصيه ليه؟ هي حاجتي انا يعتبر بفلوس اخويا يا ست. انا هو انا كل ما اكلم حد فيكم تقولوا لي حاجه اخويا، بيت اخويا، فلوس اخويا، في ايه؟ في ايه صوتكم عالي كده ليه؟ اصل الهانم مراتك يا حسام بتقول انت ليه بتحطي من الروج بتاعي؟ وايه المشكله يا ست سالي لما تاخد شويه من الروج بتاعك؟ القيامه قامت يعني؟ انا اقول لك ايه المشكله؟ المفروض ان الحاجه ديت حاجتي، المفروض تستخدمها لما تستاذني. انا بقى كده اتفاجئت، لقيت نفسي بفتح اوضه نومي وواحده واقفه قدام المرايه وعماله تستخدم في حاجتي من غير ما انا اعرف. على الاقل تستاذني، تقولي هستخدم حاجتك. لا يا حبيبتي عادي، دي زي اختك يا ماما، وتاخد اللي هي عاوزاه وتستاذني انا، مش انا صاحب المال، تستاذني وانا كده كده سامحناها تاخد اللي هي عاوزاه. وانت يا نوع يا حبيبتي روحي انت وانا هجيب لك كل اللي انت عاوزاه وما تحتاجيش اي حاجه من حد. ماشي يا حسام يا اخويا. وانت يا ست سالي بعد اذنك مالكيش دعوه باختي تاني ولا تضايقيها خالص، سمعتي؟ خدي يا بنتي هاتي لي في ايه؟ التمثيليه الهندي اللي انا في ايه بحبها. يا طنط؟ بقول لك ايه يا حبيبتي، انت كاتمه على نفسي، قومي روحي. ايه ده؟ في ايه؟ قومي بس. انا بتفرج على التلفزيون، في ايه؟ بقول لك جيبي لنا المسلسل الهندي اللي هو. على فكره عيب كده. ايه اللي عيب وانت هتعلميني بتقولي يا ايه؟ ماما عيب؟ عيب. ايه يعني؟ انا وإيه قلت ده؟ الادب؟ يعني انا مش متربيه؟ اللي هو اللي انت بتعمليه بتعمليه ده انا هنتهى الحسام دلوقتي. شوفي قله الادب اللي انت بقيتي فيها. انا اللي قلت الادب. انت قلت الادب وما تربيتيش كمان. ازاي بتردي تردي على ماشي، احمد الدين على بتردي. ديننا؟ صوتكم هو ايه اللي بس بشع. انت دي عمتك يا حبيبتي تحطها فوق دماغك؟ انت بتستعبطي ولا لا لا ايه؟ لا، انا ما اقدرش اعيش بالطريقه دي. ما تعيشيش ايه يا حبيبتي؟ الشغل ما عيش تجيبها على دماغك من بكره. القرف ده. قرف لما يقرفك. المسلسل يا ست سالي كويس انك جيت يا حسين. انا كويس انك جيت عشان اشوف قله ادبك اللي انت بتعمليها على ام اختي. انت بتعيطي اختي؟ انت عبيطه يا بنت انت؟ وانا مش قلت لك 100 مره اختي دي بالذات خط احمر، وامي كمان ما حدش يضايقها؟ قلت لك قبل كده كام مره؟ ما تردي، قلت لك كام مره؟ انت هتفضلي تبص لي كتير؟ انا بقول لك ايه، اللي انت بتعمليه ده ما يخصنيش. هما اللي جايين عليا يا مفيش حسين. حاجة هما اللي اسمها جايين كده. عليا؟ خصوصياتي وداخلين في هو ايه حياتي. اللي جايين عليك؟ ليه بنعمل لك ايه يا اختي عشان جايين عليك؟ جايين عليك بنعمل لك ايه؟ كل ما اتكلمنا خصوصيات والبنت تيجي انت هتعملي عقلك بعقل البنت الصغيره ولا ايه؟ انت مش طايقاها ليه؟ يا اختي هي هاريه بطنك ليه؟ ردي على امي. هاريه بطنك ليه؟ بصلي ليه؟ انا قلت لك 100 مره اعتبرها اختك يا اختي، اعتبرها اختك. مش دلوقتي عماله تعيط. بعد اذنك لو كلمتي اختي تاني مش هيحصل لك طيب، وامي دي نعم وحاضر، سمعتي؟ ويا ريت بتسمع الكلام لا ده، بتاخده هتسمع. من هنا وبتطنشه من الناحيه هتسمع التانية. عشان انا ممكن انت بتقول ايه؟ انا فاهم بقول لك والنبي ايه. بطلي المسكنه يا حبيبتي اللي انت بتتمسكني لنا بيها خلاص دي. يا ام. بطلي يا حبيبتي شغل ماما وبابا اللي خلاص، بتعمليه خلاص. علينا ده. كفاية. ولما بيمشي بيبقى صوتك قد كده. انا صوتي قد كده؟ خلاص. انتوا على طول بتزعقوا لي مسكين يا وعلى خلاص. طول عيطت انا عيطت. قلت مفيش كلام. انت ازاي بس انت في بيت عيله تسمعي وتنفذي وتقولي حاضر، سمعتي؟ دموع بقى، دموع خلاص دموع. تعالي يا ام، خليها تعيط بقى مع نفسك. عيط يا ولا سيدي، يلا يا عم تعالى روح ده من بره. ايه ده انتوا رايحين فين؟ هخرج انا وسابقة النهارده. لا تخرج ايه ازاي؟ ده انا تعبان. طب انا ليه ده انت المفروض ان انا رايحه الدكتور النهارده، مش انت هتروح معايا يا ابني؟ طب هي فين بقى؟ مش قادره والله. نوع راحت تعبانه قوي فين؟ من امبارح. نوع راحت فين طيب؟ نوع راحت الدرس ومفيش حد معايا. وانت يا بنتي اعملي لي شوربه خضار الله يخليكي. معلش يا سامي هتعبت معايا يا بنتي. طب معلش. خلاص يا سالي، ونخرج بقى نروح مع امي المستشفى عشان هي تعبانه زي ما انت شايفه كده. مش اطلب بس الدكتور شوفه هناك ولا لا. لا مش مشكله، نشوف اي دكتور تاني. بس بس قومي يلا. استشاره مش عارفه. قومي بس يلا روحي هنمشي. اعملي لي بس شوربه خضار قبل ما نمشي. يلا يا سالي. يا سلام، وهو ده الخروج بتاعي؟ هروح المستشفى؟ لا انا اقعد في البيت ايه يا احسن. بنتي زعلانه ان انت جايه معايا المستشفى ولا حاجه؟ هو حضرتك يعني ما تعبتيش غير واحنا خارجين؟ ما انا تعبانه من امبارح وانت شايفاني طول النهار عماله أنا بروح كنت كويسة تعبانه. جدا. ما تعصبيش نفسك يا ام، استنى. بس ايه اللي جايبه لي المرض؟ والله هي اللي جايبه لي المرض. تعبانه، انت ما عندكش اي ريحه الذوق. انا اللي ما عنديش ريحه الذوق. ما عندكيش ذوق خالص. امي تعبانه تقولي خروجه، انت لسه بتتكلمي في خروجه؟ يا ابني خلاص خليها تخرج يا ابني، مش ناقصه وش وخناق. تخرج ايه يا امي؟ بس صلي على النبي. يلا خش اعملي حاجه سخنه لامي. انت لسه بقول لك بتبصي ايه؟ لي. بقول لك ايه يا حبيبتي، يعني لو هضايقك يعني ولا ضايقها يا حسين؟ لا براحتك يا حبيبتي، اطلبي اللي انت بصي عاوزاه. اعملي لي كوبايه نيسون. لا بصي خليها نعناع عشان عايزه نعناع، واعملي لي كمان شوربه خضار يا بنتي عشان بس صدر الدكتور قال اشرب حاجات سخنه كتير. ماشي؟ معلش يا بنتي والنبي وانت جايه كده وقع مني شويه ميه على المطبخ في الارض بس يا ايه والله يخليك. انت عاجبك اللي بيحصل ده؟ يلا انت هتردي. يلا يا اعملي بنتي بسرعه. انت بتناديني يا بنتي يلا. وانا عيانه حرام خش عليكي. خش خش. انا بهدلك كتير كده عشان انا عارف اربيك.
قلت لك سيبها، انت مش عايز تسيبها. الف سلام عليك يا ماما، ما تزعليش نفسك. يسلمك يا طب نروح المستشفى طيب؟ ماشي، اتصل بالدكتور. خلاص انا هدخل اجيب التليفون من جوه. ايوه يا ماما، انا مش عارفه اعمل ايه. حسام على طول مصدقهم، وعلى طول مصدق كل حاجه بتقولها له مامته. يا ماما ده مزهقني في عيشتي، كاني الشقه شقتهم، انا مش حاسه ان انا واخده راحتي. الحقيقة يا حسين، ايه؟ مراتك مالها؟ كنت داخله الحمام كده من غير ما اقصد يعني، سمعت كده عماله تعيط لامها في التليفون وتقول لها ده حسام بيضربني، ده حماتي بتسلطوا عليا، وفضلت تتكلم معاها كده في التليفون. انا عايزه اسرارنا يعني. بتقول اسرار البيت اللي قاعده فيه ده. ما ينفعش واحده تكون انيها ومعيشها في بيتك وخيرك وتروح تسلط تقول لامها على الكلام اللي بيتقال وتخرج اسرار بيتنا. يعني تاخد تليفون اشغله لها بفلوسي وتقول كل لا، وكل أخبار. يوم ايه شحن يا حسام، هات لي شحن يا حسام، وفلوسك تخلص بقى على الشحن والكروت. طب كويس انت سمعتيها، عشان بقى ايه لما احرمها من التليفون نهائي. لا، ما انا عايزه اقول لك على حاجه بقى، خليك ناصح كده وفتح لي دماغك. إيه؟ التليفون ده شايلاه ليه؟ شايلاه عشان تاخد من امها اللي بيتقال وبتعمله هنا، امها بتسلط على اللي بتيجي تعمله معانا وعماله تتحكم فينا. انت بقى ما تديهاش فرصه لكده، انت تاخد منها التليفون وتحرمها منه، وكمان ما توديهاش عند امها الجمعات. خلاص قسما بالله ما يخليهاش التليفون تاني. وريني بقى شغلك. هات التليفون ده. ايه ده؟ في بتعمل ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ بتكلم امك صح؟ ايه المشكله يعني؟ بتكلمي بكلم خرابات ماما. البيوت، ها؟ تاخدي منها ايوه الكلام. ما تقولش كده. تاخدي منها الكلام وتيجي تنفذيه هنا، وتاخدي كلامنا تنقليه. ايه الكلام اللي بتعمليه الفارغ ده؟ ده؟ ايه ايه اللي القرف بتقوله ده؟ ده؟ طب قسما بايات اللي انت ما هشيل تليفون تاني، يبقى قلنا تكلمي امك تاني ازاي؟ يلا بقى. ايه يا حسام؟ يلا. عملت ايه في الموضوع بتاع اخوك؟ قصدك على النقاش؟ قال لي كمان ساعتين هطلع اظبط الدنيا كلها. يا ابني الناس كل بتتكلم حاجة معانا بتقولها له مامته. ومستعجلين. يا ماما ده بتزهقني في عيشتي، كل حاجه عمالين يا ماما توصل على طول في ساعتين زمن يعني. حيطان ايه يا حسام؟ طب خلاص ماشي، بس طب نحن خلاص لون يبقى حلو قولي. كده. الاوضه؟ قولي احنا الأوضة. طب احنا هنغير حيطان الاوضه ليه؟ اصل اخويا جبريل هيتجوز اليومين دول، وانت عارفه اللي هو طبعا الاجراءات بتاعت الجواز. ليه ما كانتش تعرف؟ لا ما كانش ما تعرف. كنتش تدري يا حبيبتي ان هو سيلفك هيتجوز هنا معاكي في الشقه؟ معايا في الشقه؟ الفتره معاك في المؤقته الشقة. بس لحد ما عمل ما يبني الدور بتاعه. بتاعه. طب ما وانت شايفة يستنى، معاه ما فلوس؟ يستنى لما يبني الدور ستي بتاعه. هو غصب عنه حماه استعجلوا في حوار الجواز، فقلت له تعالى هو انت نتجوز ليكي الشقة. فيه؟ ازاي انت يعني؟ ليكي فيه؟ ايه المشكله يعني اخويا؟ انت بتتكلمي ليه اصلا؟ مش عارفه دي لا اصلا انت تجوز سلبي جدا. ايه اللي سلبي؟ احترمي نفسك وانت بتتكلمي معايا. طبعا. انت مالك مش اصلا؟ سايب لها الحبل على السايب. سايب مين ومش سايب مين؟ اخويا هيتجوز في الاوضه دي، الاوضه بتاعت البلكونه، وحسك عينك تتكلمي مراته وحش او تبين اي حاجه وحشه. وهي لو فيه. عملتها وحش انا هسكت لك؟ انا مش متخيله. دي مش بنت متخيلة ناس يا ماما اللي بتعملوا جاية فيا دي. كده. مش يلا، بنت طب مش ناس. متخيله. قومي خشي اوضتك يا ماما، قومي خشي اوضتك. انا زهقت من العيشه ديت، انا عايزين مش عايزه نتكلم اقابل بقى. بالطريقه ديت اصلا. انتوا ازاي بتعملوا فيا كده؟ طب انت هتقعدي زن- تعلي صوتك زن كتير ولا بقى. ايه يعني؟ هتعلي صوتك كتير؟ انتوا مش بني ادمين، والله مش بني ادمين. انت اللي بني معلش ادمه يا يا معلش يا ماما، كمان ساعتين كل حاجه هتتظبط. بقول لك ايه، شد على البت دي شويه. ما ينفعش اللي انت بتعمله ده، مش ده العداله. حاضر. انا قايمه اشوف اللي ورايا.